مساء من قلبنا معا ويشبهنا معا كالإمارات والعراق، مساء محبة أبد الدهر، عصية على البعاد وعلى الفراق. في الطريق من هنا وفي الطريق إلى هنا تطاردني العراق، تحتل علي حتى نفسي. كيف لكل هذا التاريخ أن يسكن هناك؟ كيف احتملته الأرض والأجواء والصدور وحتى الجبال؟ يبدو منطقيا السؤال. عام واحد كان يكفي، اسم واحد كان يكفي، قصيدة واحدة كانت تكفي، أو ربما حتى مجرد بيت كان يكفي وزيادة. شطر لمحمد مهدي الجواهري كان يكفي وزيادة، شطر آخر لعبد الرزاق عبد الواحد، أو شطر لأحمد مطر، أو ربما شطر لنزار الذي لم يكن منها لكنها أسرته كما أسرتنا، فأنشد فيها تيها وحبا: مدي بساطي واملئي أكوابي، وانسي العتاب فقد نسيت عتابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي، شمسان نائمتان في أهدابي. لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي، وورود مائدتي وكأس شرابي. كلنا مثل نزار في حضرة العراق والبصرة والتاريخ والبهاء. كلنا هبطنا على قطعة من جوهر ترتاح بين النخيل والأعناب. كلنا نعشق فجرها الندي، عرس المآذن والقباب. أيها السادة، هكذا اعتدت حين يحوطني التاريخ، هكذا اعتدت حين تتدثر الأحداث بالحكايا والأمجاد والأعياد. العراق التي تحتضن على أرضها كأس الخليج، فتمنح الكرة ما هو أكبر وأكثر من مجرد انتصار أو اعتياد. تمنحها البهاء والألق والتاريخ وونس الليل وعنفوان البلاد. العراق فعلا لن يجيد الحديث عنها كما يجب إلا شاعر. هكذا الأوطان حين تشبه القصائد، هكذا الأوطان حين تصبح أكبر من كل الكلام، حين تشبه أجمل ما في الحياة: الورد والماء والمحبة والسلام. هكذا الأوطان حين تصبح أغنيات في الجمال وفي الغرام. لا يليق بالعراق سوى الصمت، أو أن تقول شعرا إن تخاطبها: كمطر وملأت روحي منك حتى لم يعد مني لروحي موضع ومكان. قالوا هجرت فقلت إن واحد، وكفى وصالا ذلك الهجران. هو موطني وله فؤادي موطن، أتفر من أوطانها الأوطان. أيها السادة، أيها السائرون هناك في دروب البصرة، أيها العابرون في شوارع دينار أو الوطن أو أبي الأسود الدؤلي، أو في شارع الكورنيش أو الطيران أو الاستقلال، أيها المتشبثون بالتاريخ وبالضياء وبالأيام الخوالي، رفقا حين تسيرون، ففي ذات الدروب سار التاريخ، في ذات الدروب سار العظام. أيام الحلم الندي، خطى بن دريد وابن سيرين وحماد بن زيد وإياس والماوردي والجاحظ والأصمعي، سار الرازي والخليل وبشار بن برد والأشعري. أيها السادة، يقولون أن الأصمعي سمع مرارا يردد إن هارون الرشيد ذات يوم قال: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغان ثمن نخيل البصرة. من هنا أحسدكم إذ ترون النخيل، من هنا أغبطكم على تمرها وخضارها وظلها الظليل. أيها السيدات والسادة، اعتدنا دوما في كل تلك البطولات أن الكرة وإن حضرت إلا أنها ليست في صدارة الأولويات. نحتفي أولا بالأوطان وبالناس وبالحياة. كيف الحال ونحن في حضرة العراق؟ كيف الحال والبطولة في أبهى البلاد وأروع البلاد الممتدة في الصدور تاريخا ومجدا
وعزا وكبرياء. السارية فينا درسا حفظناه ونحن صغار، ولم يبرح الروح ولا الخاطر ولا القلب ولا الدماء. كأس الخليج حلمنا الذي شب عن طوق البدايات، حلمنا الذي بدأ بالكرة ثم أصبح جسدا وقلبا وروحا، حلمنا الذي أشعل المدرجات لكنه معها داعب الأمنيات، حلمنا الذي يجعل الهتاف في البصرة يتردد صداه في أبو ظبي والرياض وفي الكويت والدوحة والمنامة ومسقط وصنعاء، حلمنا الذي رعيناه وسقيناه فأصبح نورا ولحمة وبهاء. أيها السادة، في العراق لا زلنا، وفي العراق هناك المزيد لا زال، وطن الحكايات والتاريخ والرجال، وطن العزة والفخار والنضال، وطن عصي على أن ينكسر، عصي على أن يغيب وأن يهاب وأن يعتذر. ذات مرة سألوا الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري: لماذا تنطقها عراق بضم العين؟ قال: لأنه يعز علي أن تكسر عين العراق. عادة العراق قوية أبية بهية، وطنا وشعبا وقلبا وروحا وعينا. أهلا بكم.